أنا طالب في طب عين شمس سنة تالتة، دفعة الشهيد إبراهيم أبو الحسن إبراهيم. ده تاني شهيد من طب عين شمس بعد زميلنا علاء عبد الهادي من سنة خمسة. الحكاية باختصار، يوم الجمعة اللي فات إحنا كنا طلبة من دفعة الشهيد أبو الحسن وزمايلنا من الدفعات الأكبر. قررنا إن إحنا نعمل مسيرة سلمية من مسجد الفتح في رمسيس لحد قرب وزارة الدفاع بالبلاطي، رافعين صور شهداء زمايلنا اللي ماتوا. لا هدفنا رايحين نقتحم ولا هدفنا إن إحنا نقطع طريق ولا أي حاجة. مفيش حد بيروح يقتحم وزارة الدفاع بالطلب وبيفضى شيئا. اللي حصل إن إحنا مع مرور الوقت ابتدى الوضع يتغير، ما كانش ده الهدف اللي إحنا نازلين عشانه، وابتدى في ناس بتتعور ترجع. فأنا عن نفسي اللي حصل خدنا زمايلنا البنات وقلنا نرجع بيهم تاني عشان الوضع ما بقاش آمن تماما، واللي عايز يقف في المستشفى الميداني هو حر. بس في مجموعة من البنات قررنا إن احنا ناخدهم ونروحهم. خدناهم ورجعنا بيهم على محطة مترو الدمرداش، وصلناهم ورجعت أنا وبعض الزملاء تاني. إن كان في واحدة زميلتنا لسه جوه ما نعرفش عنها حاجة، بنتصل بيها ما بتردش، فكانت في رقبتنا يعني كان لازم نرجع نجيبها. فرجعنا تاني، مسافة ما رجعنا ووقفنا عند البوابة بتاعت الجامعة. ده كان أقصى مسافة احنا بندخلها في شارع خليفة المأمون، ما بنتعداش أكتر من كده. واقفين هناك، فجأة لقينا العساكر على بعد مثلا من هنا لآخر القاعة كده حوالي كتير 15 متر، وفي ضرب، والناس كانت بتجيلنا مجروحة جروح فظيعة. يعني أنا أفتكر إن المستشفى الميداني على بال ما ابتدت تنشأ كان في جروح فظيعة بتجيلنا، منهم ولد أنا شفته بكتير 12 سنة في جرح كبير جدا في دماغه، وإحنا للأسف مفيش في إيدينا حاجة نعملها له، يعني لسه المستشفى ما اتقامتش. فاللي في إيدنا إن إحنا عمالين نقطب دماغه ونوقف بس الجرح، نوقف النزيف ونقول له قول لا إله إلا الله. الولد بهلع عمال يقول لا إله إلا الله وخايف، الدم نازل على عينيه مش عارف هو فيه. المهم ابتدى الجنود يقربوا، كانوا خلاص وقفوا بوابة الجامعة اللي هو المرحلة بتاعت الجيش، مش مجرد بيصد اللي بيجي عنده، ده ابتدى خلاص يكنس الناس. وفي ضرب الدخان، ضرب الدخان والمية، وفي ضرب نار، وكان في زي مجنزرة ابتدت تجري ورانا. فجرينا، أنا دخلت المستشفى الميداني، كانوا واقفين ناحية الجامعة، دخلت الخيمة شلت صندوقين معدات. أنا بس عايز أذكر نقطة، معلش اعذروني، أنا ممكن كلامي ما يكونش مرتب لأن أنا عندي مشكلة شوية في التركيز من بعد ما اتضرب. خدت الحاجة من الخيمة وجريت بيها، لكن للأسف الحاجة تقيلة، أنا ما قدرتش أجري بسرعة فالدخان طلع. أنا اللي حصل لي ممكن يكون أقل بكتير من زمايلي اللي راحوا المعتقل. أنا ما اتخذتش على سن 28، هتعرفوا ليه؟ فرغم ان كل ده ممكن يكون ابسط بكتير من اللي حصل لزمايلي، بس برضه دي كان ابشع تجربه مريت بيها. انا ما اعرفش زمايلي زي عبد الله المسيدي واحمد الخولي اللي ما قدرش يجي النهارده لانه عنده امتحان بكره. انا مش قادر اتخيل اللي حصل لهم. المهم اضطريت ارمي الحاجه من ايدي وجرينا، والجيش مكمل ورانا في شارع رمسيس بيضرب بالنار، واللي هيدخل الشوارع الجانبيه البطاريه بيصطادوه جوه. فروحت احتميت عند جامع النور. انا فضلت ان انا ما ادخلش الجامع نفسه جوه، لان انا بطبيعتي ما بحبش ابقى في مكان مقفول، ما بقاش متحصر في مكان مقفول. وقفت عند المكتبه بتاعت مسجد النور. اللي يعرف هناك منطقه العباسيه هيعرف ان مسجد النور وكليه طب عين شمس في ما بينهم سور مشترك. فانا كنت واقف هنا بحتمي كمان من البطاريه، واقفين فوق سطوح العمارات، واقفين فوق غيات الحمام وعمالين يضربوا علينا النار. انا واقف على الجنب كده شويه، مش في وجه مسجد النور، بحيث برضه ممكن انط السور ده وابقى في كليتي. وفجاه انا بتكلم في التليفون، الناس بتقول لي انت فين؟ وفلان روح وفلان اتضرب وفلان اغتصب. فجاه لقيت الناس اللي حواليا بتجري، فيا دوبك بلتفت عشان اشوف هما بيجوا من ايه. ما كملتش الالتفات، خدت حاجه على دماغي انا ما شفتش ده ايه. حاجه ما اعتقدش ان هي ايد، وما اعتقدش انها عصايه عاديه. انا اغلب
انا يا دوبك بشوف نفسي وانا بقع واغمى عليا، والحاجه اللي طبعا مني وقعت، فقت بعدها بلحظات انا ما اعرفش الوقت اللي غبت فيه عن الوعي قد ايه. بس انا فقت مش عارف انا فين، النضاره وقع من على عيني، انا ما اعرفش اذا كنت لسه في مسجد النور في مكان ما شفتوش قبل كده ولا في مكان مختلف. وكان في واحد، انا كنت نايم على بطني وفي واحد واقف في ظهري او ساعات بركبته في ظهري وبيضرب على دماغي، وانا مش عارف، ومكتف ايديا ورا ظهري، انا مش عارف مكتفها ازاي، مش عارف اتحرك وبيضرب. فانا رجعت تخيلت يعني، فانا كل اللي كان في دماغي، كل اللي مركز فيه ساعتها ان ده ممكن يكون كونكشن او ارتجاج في المخ، ان انا اغمى عليا من ضرب على دماغي وصحيت ورجعت، ده ممكن يكون ارتجاج. وبحاول اكلمه، بحاول اقول له انا دكتور، فتح الشنطه بتاعتي ولقى البلطو برضه ما عندوش شفيع لا دكتور ولا غيره، عمال يضرب وبيبدل هو واحد زميله بيضربوني في الجناب برضه، انا نايم على الارض عمالين يضربوا، ويقول لي يعني انا مش فاكر نص الكلام بالظبط اني مش مركز، بس اللي هو معناه انتوا اللي بتساعدوهم ان هم يهجموا عليكم. وعمال يضرب وهكذا، وواحد تاني بدل وعمالين يضربوا، رحت مرجع المره الثانيه اللي حسيت ان هم زي ما يكونوا خافوا ان انا اموت في ايديهم من الضرب وكده. فراح واحد واخدني، ده تالت واحد واخدني ومكتفني، انا طول الوقت مش شايف الا الاسفلت ويا دوبك فوق البياده بشويه، ومشوا بيا ناحيه مستشفى الدمرداش ورموني هناك، ضربوني برجليهم وقالوا لي احنا بس هنسيبك عشان ما نموتكش. من هنا لحد ما روحت، اقسم بالله انا ما اعرف انا روحت ازاي. انا كل اللي فاكره ان في واحد ماسكني وعمال يقول لي انت معاك فلوس تعرف تروح، بس مش عارف اكتر من كده. كان معانا زميلنا عبد الله سرحان، كان واقف في المستشفى الميداني، لو انتوا بنفسكم ممكن تشوفوا الروح اللي في ايديه والكلمات، عبد الله ممكن يكلمكم عنها اكتر. شكرا.